يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانظر كيف أن الرب سبحانه يتحبب إلى عباده وهو الغني عنه. لو كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لو كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الله سبحانه رحيم رحمن عظيم كريم جواد ذو الفضل العظيم. فما أعظم رحمة الله بعباده وما أعظم إحسانه إلى خلقه جل وعلا.